سيدة مغربية لذيذة جدًا، كلّها نشاط وكلّها حماس، والنهارده هتستمتعوا بفيديو معاها. السلام عليكم، هالو هالو، مساء الجمال يا أمارات يا أمارات، ياللي وحشتوني، يا رب دايمًا تكونوا في أفضل حال يا رب، اللهم آمين. وأهلًا بيكم النهارده في فيديو جديد، سيدة مغربية يعني نقول كده لأهل المغرب مبروك كمان على فوزهم بالمنتخب امبارح وهارد لك طبعًا لمصر، إن شاء الله تكونوا في الفينال قد التحدي. يا رب دايمًا كل الدول العربية تكون في سلام وفي خير، وكلنا يا رب نكون مبسوطين يا رب، اللهم آمين. أنتم ومصر واحد، فإن شاء الله أنتم اللي تعوضونا بقى المكسب. النهارده هنستمتع مع بعض بفيديو لسيدة مغربية هدية ليكم، إن شاء الله تستمتعوا بيه. متنسوش اللايكات الحلوة بتاعتكم يا أميرات، تعليقاتكم واشتراككم، هاكون مبسوطة جدًا، جدًا بوجودكم معايا من أي مكان أنتم تشوفوني، بجد باحبكم أوي. خلّونا نبدأ على طول الفيديو مع بعض، ونشوف السيدة النهارده اللي عندها روتين خفيف، وعندها طول الوقت حماس، من الفيديوهات اللذيذة اللي إحنا نحب نتفرّج عليها، وكمان من أنواع الفيديوهات اللي إحنا بنحب نشوف ثقافات مختلفة لدول تانية كمان. فهتشوفوا بعض الأدوات المغربية اللذيذة، بعض الأكلات، طريقتها إزاي تقدر تعمل أنواع كمان من المخلّلات زي الليمون وزي الزيتون، روتينها في التنضيف وفي الترتيب كمان حاجات كده بسيطة وحلوة. فحضرنا معاها أول حاجة التقديمات اللذيذة بتاعتها، وطبعًا الشاي المغربي والبراد المغربي يكون أساسي في أي بقى فطار، غدا، عشا، أي حاجة موجودة عندكم طبعًا براد الشاي، زي ما ورّتنا السيدة اللذيذة اللي معانا النهارده، وزي ما قُلت لكم كده حُبّها كمان برضه للحاجات الخفيفة اللي بتقدر إنها تعملها. دي برضه من الحاجات المميزة أوي اللي ناخد منها ثقافات كده عن البلاد التانية، ونشوف طريقتهم في كل حاجة إزاي. فهنشوف أول حاجة معاه كمان الطاجن المغربي، ال الخضار بقى مع اللحوم، وكمان طريقة التزيين نفسها برضه مميزة جدًا، جدًا. اكتبوا لي بقى في الcomment، طبعًا أهل المغرب عندي كتير، 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 يعني حبايبي واخواتي وغاليين جدًا، جدًا على قلبي عشان بس ما انساش حد. أي حاجة بقى في الفيديو كده أنا ما قُلتهاش أو حاجة قُلتها غلط طبعًا هتعذروني، وأنتم هتصححوا بقى الكلام في الcomments عشان كلنا نستفيد كمان بالثقافة بتاعتكم. فآدي شكل بقى الطاجين المغربي بعد ما استوى، وكمان حاجة شهية جدًا، جدًا، والشاي زي ما قُلنا الأساسي اللي موجود معاها، وبتعمله على الفحم يعني روقان خالص. وكمان عجبني أوي الخبز ده، تقريبًا شايفة عليه حبهان، وشايفة عليه حبة البركة، وتقريبًا مش عارفة إيه بعد كده سُمّاق تقريبًا. اكتبوا لي برضه في الcomment، شكله حلو أوي، وكمان شكله لذيذ جدًا مع الأكلة دي. السيدة كمان عندها هواية بقى الخيوط، التريكو والكروشيه، والناس اللي بتحب تقضّي وقتها في حاجة مفيدة، دي برضه كانت من الأفكار الحلوة ليها إن إحنا نستغل وقتنا ونعمل حاجة إن هي تنفعنا، مش مجرد إن إحنا قاعدين مثلًا ماسكين الموبايل بنتفرج على التلفزيون وخلاص، لأ كان حلو أوي الهوايات الجميلة دي. زي برضه من ضمن هواياتها إن هي زي ما بتحب النضافة وبتحب إنها تعمل كل حاجة حلوة لبيتها، بتحب كمان التغييرات. يعني أنا ممكن مثلًا أطلب المساعدة مثلًا من زوجي في تغيير اللمبة، أو إن أنا أجدد حاجة أو أغيّر حاجة، بيبقى بالهم طويل شوية غيرنا إحنا بنبقى عندنا حماس عايزين نخلّص على طول. فممكن إحنا لمّا يكون عندنا مهارة في حاجة ونقدر إن إحنا ننجز نفسنا، دي برضه بتبقى حاجة حلوة لسِت البيت يعني، تقدر إنها تجدد، تقدر إنها تغيّر، بس برضه يعني ما يبقاش الحمل كلّه طبعًا عليها. ففكرة إنها تجدد الجزامة بتاعتها، كنا شُفناها قبل كده في فيديو تاني، وكانت شالتها خالص من مكانها على السلِّم. أدينا شُفنا التجديد بتاعها، ممكن تستخدمها نفس الاستخدام، تستخدمها في حاجة تانية، ده اللي هنتابعه بعد كده بقى في الفيديوهات ونشوف دماغها لإيه. بس إنها فكرة إنها تغيّر اللون بتاعها وتغيّر تفاصيلها بإيديها، دي برضه من الحاجات المميزة لسِت البيت اللي بتحب دايمًا التغيير بأبسط حاجة. كمان برضه عجبني معاها هنا منتج كده بترُشّه على الحاجات اللي بيبقى فيها البُقع بتاعة العفونة شوية، يعني لمّا بيكون في رطوبة أو بيكون في مَيّة بتلاقوا آثار كده لون أسود على الحيطان. فهي معاها منتج لذيذ أوي، برضه لو عندكم خلفية عنه اكتبوا لنا. أنا حاولت أوصل فاكراها تركيبة معيّنة هي عاملاها، بس هو تقريبًا منتج بيتشرى كده على طول. فبرضه كان من الحاجات الحلوة إنها تقدر تنضّف بيه المكان. كل الآثار اللي موجودة عندها زي ما أنتم شايفين، مجرد بس ما بترُش عليه بالspray
وبالفوطة المكان بيرجع نضيف وبينوّر. ف فأدي برضه حِيَل من حِيَل سِت البيت الشاطرة، إن هي بتدوّر على الحاجة إيه اللي تنفع معاها وتدوّر وتعافر لحد ما توصل المشكلة بتاعتي أتخلّص منها إزاي، ما يبقاش في يأس كده على طول. فبرضه كان من المنتجات الحلوة أوي منها. طول الوقت بقى بتعمل تحضيرات، يعني دي كانت بتقول من تحضيراتها لرمضان. السمسم برضه بيدخل في حلويات مغربية كتيرة أوي، بيدخل في أكلات برضه كتير. فكان من تحضيراتها إنها تجهّز السمسم بتاعها، تنخله. إحنا عندنا اسمه منخل وبننخل الحاجة، بيتهيأ لي برضه نفس الاسم بيكون عندكم. فبدأت تنخل كل الحاجات الشوائب اللي بتكون موجودة في السمسم، بحيث إن هو يكون جاهز على طول على التحضيرات بتاعتها في الأكلات المختلفة. فدي برضه كانت من ضمن التجهيزات اللي هي فكّرت تعملها وتجهّزها قبلها. كمان زي ما قُلت لكم كده بتعمل بعض أنواع المخلّلات كمان في البيت، برضه بتبقى حاجة لذيذة. يعني إحنا في حاجات كتير أوي بنقدر نشتريها من برّه، صلصات مختلفة أو مخلّلات أو أكلات معيّنة. لكن إحنا لمّا بنعمل حاجة في البيت بنبقى ضامنينها أكتر، بتبقى نضيفة وغاسلين الحاجة كويس وحاطين حاجات تكون صحّية، ما بنحطش أي مواد حافظة أو كده. يكفي إن إحنا طبعًا نستخدم بس الملح أو الخل أو الليمون، إن إحنا نعمل تخليل للخضار بتاعنا. فآدي برضه اللي بدأت تعمله الليمون، وبدأت تفتحه بالشكل ده وتحط جواه الملح، وطبعًا بترصهم مع بعض، وبتحط بقى عليها المَيّة وبتحط الخل، تحط الزيتون، ممكن بعض حبة البركة أو الجزر. الحاجات دي برضه بتبقى لذيذة أوي في المخللات. وأدي الكمية بتاعتها اللي عملتها إنها تكفّيها. برضه يعني مش بنعمل بقى كميات كبيرة والموضوع يبقى over مننا. في حاجات بتبقى مواسم زي ما بنقول كده، مواسم لخضار أو لفاكهة معيّنة بناخد وبنعمل منها الحلو كلّه لبيتنا. لكن ممكن كل فترة على قد استخدامنا عشان برضه الحاجة ما تبقاش كتيرة عندنا وتبوظ، نقدر إن إحنا نعمل كميات على قد الاستخدام. فكان أول حاجة عملتها الليمون، والحاجة التانية اللي بدأت تعملها الزيتون. سواء أخضر بقى أو أسود، طريقة التفتيح بتاعته عشان طبعًا كل المرارة الحاجة اللي فيه تنزل أو كمان يستوي كمان بسرعة. فبدأت تعمل أول حاجة أدي الزيتون الأخضر اللي حطيته في المَيّة كده عشان زي ما باقول لكم ينزّل كل المرارة بتاعته، وكمان الزيتون الأسود اللي بدأت بيبقى طري شوية عن الأخضر. ف فبتحط عليه الملح بينزّل كل المَيّة اللي فيه، وبتبدأ بعد كده تصفّيه من كل المَيّة دي، وبتبدأ بقى إنها تحط الحاجات معاه اللي هي هتخلّلها معاه. ادي الزيتون بقى بعد ما نزّل كل المَيّة بتاعته هتبدأ تحط الإضافات بتاعتها، التوم، الفلفل، الليمون، الزيت، التوابل بتاعتها والملح بتاعها. طبعًا كل بقى حد بيبقى ليه طريقته، يعني ممكن تدوقي كده حاجة معيّنة عند حد تقولي الله ده أنا لذيذ أوي، طب ادّيني الطريقة، وبتلاقيها مختلفة عن اللي أنتِ بتعمليها اللي برضه حلوة وجميلة، وممكن حد يدوقها فيقول لِك ادّيني أنتِ كمان الطريقة. فكل حد بيبقى ليه طريقته وبيبقى ليه أسلوبه. لكن في الآخر طبعًا إحنا بنشوف زي ما قُلنا ثقافات مختلفة لدول مختلفة. وبصراحة هو شكله شهي جدًا ولذيذ جدًا بطريقة كمان مميزة وجديدة عن نفسي، أول مرّة أشوفها في تخليل الزيتون. من أكتر كمان الحاجات الحلوة أوي للسيدة اللي معانا زي ما قُلت لكم نضافتها، نضافتها طول الوقت الحلوة أوي لكل مكان موجود من أول السلم كمان السطوح بتاعها اللي كنا شُفناه كمان في الفيديو اللي قبل كده اللي بدأت تعمل له المادة العازلة. تنضيفها لكل حاجة موجودة عندها، يعني بعض الأدوات الخاصة بيها كمان برضه بدأت تفكّر إزاي تعمل لهم منظمات، إزاي تقدر تخلّي المكان بتاعها يكون مرتّب أكتر. سواء الأدراج أو المنظمات اللي بتستخدمها، الترتيبات بتاعتها، طول الوقت بتحاول تخلّي كل حاجة حلوة. يعني حتى في الفيديوهات بتاعتها على طول بتهتم ببشرتها، تعمل كريمات أو مرطبات أو تعمل ماسكات، الحمام المغربي طبعًا المعروف جدًا. يعني طول الوقت باهتمامها كمان بنفسها من الحاجات الأساسية طول الوقت. غسيلها ونضافتها للمكان برضه دي حاجة حلوة أوي. وزي ما هنشوف كمان تنضيفها للمكان اللي حاطة فيه الغسالة وحاطة فيه أدوات الغسيل كمان برضه بتنضفه. كفاية بقى الريحة الحلوة اللي طالعة من الفيديو، كفاية الأكلات اللذيذة اللي إحنا شُفناها وحاجات خفيفة أوي مرتبطة بالثقافة المغربية كمان. فتحية كبيرة لأهل المغرب وكل الناس الغاليين في كل مكان بجد، يعني انتوا تشرفوا أي حد بنضافتكم وبجمالكم. فتسلم إيديكم يا إمارات على كل حاجة بتعملوها
بجد أنتم شرف وفخر لكل ست عربية جميلة زيكم. ده كده كان فيديو النهارده، تحية خاصة لأهل المغرب، وإن شاء الله تكونوا في الفينال قدّها، هارد لك لمصر طبعًا. ويا رب دايمًا يكتب لكم الخير والسعادة في كل مكان يا أماراتي يا أمارات. هتعذروني النهارده بس على الصوت شوية برد، فدعواتكم كده الجميلة في الفيديو. إن شاء الله يشفي كل مريض يا رب ويبارك في حياتكم وفي صحتكم يا أماراتي. متنسوش اللايكس الحلوة بتاعتكم، تعليقاتكم، واشتراككم كمان، هاكون مبسوطة أوي بوجودكم معايا. بكرة إن شاء الله نكون مع بعض بأفكار جديدة. إن شاء الله هاحاول الفترة الجاية أنزّل لكم أفكار زي ما أنتم طلبتوا، لتنظيمات المطبخ البسيطة، أفكار تحضيرات لرمضان. زي ما أنتم بتطلبوا إن شاء الله أقدر أوفّر لكم كل حاجة أنتم عايزينها، فيا رب دايمًا أكون قد الثقة اللي أنتم بتدّيها لي في الاختيارات، وتكون مفيدة ليكم يا أميراتي إن شاء الله. أشوفكم على خير الفيديو الجاي. أحلى أميرات وسلام.